السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأحباب الطبيعة، أهلا بيكم في قناة سر الطبيعة مع أبو عيسى. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا للناس، وبالذات في الفترة اللي احنا داخلين فيها، فترة الشتاء، تقلب الجو طبعا. يعني هنتكلم النهاردة على أعشاب بتعالج الكحة والسعال بنتيجة جميلة جدا للناس اللي بتدور على العلاج بعيدا عن الأدوية والكيماويات. الكحة بتسبب لنا تأثير مزعج بشكل فظيع، ممكن في النوم، بيقلقنا من النوم، في المزاج، في حالة التنفس. آه، في أعشاب كتيرة بتهدي السعال. احنا هنقول بعض الأعشاب منها، وخلي بالك إن آخر الفيديو هقول لك على عشب. العشب ده يعتبر سحر 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 لعلاج السعال وإذابة البلغم أو الإفرازات اللي بتصاحب الكحة. قبل ما نبدأ، أستأذنكم نعمل اشتراك للقناة، نعمل لايك، واكتب لنا تعليق يدعمنا بيه، وشارك الفيديو مع الناس اللي محتاجة فعلا علاج طبيعي بعيد عن الكيماويات للكحة والسعال. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. الكحة عبارة عن إيه؟ هي الكحة نفسها مش مرض، هي عبارة عن عرض بيجي عن نتيجة حاجات كتير. ممكن نزلات البرد، حساسية الشعب الهوائية وحساسية الجيوب الأنفية كمان، التدخين، وحتى ساعات بيبقى ارتجاع المريء بيصاحب موضوع زي ده. أول عشبة هنتكلم عليها وهي طبعا الذهب بتاعنا، الجنزبيل. الجنزبيل من الأعشاب المهدئة للكحة الجافة، ونتيجتها مضمونة جدا، وبيوسع كمان الشعب الهوائية، موسع للشعب الهوائية. بنستخدمه طبعا زي شاي الجنزبيل، ونحط معاه عسل وليمون، نتيجته هتبقى جميلة جدا ومرضية ليكم، وهتجيب نتيجة فعالة. العشبة التانية هي مش عشبة، هو الليمون بتاعنا العادي، بس بنعمله مع مية دافية، وبنحط عليه، بنحليه بعسل نحل. وزي ما احنا قلنا كذا مرة ان عسل النحل نتأكد ان هو طبيعي، عشان ده لوحده بيرفع المناعة. غير كده ان هو بيبقى مضاد بكتيري طبيعي، فلو الكحة حتى مصحوبة مع التهاب بكتيري بيعالجها وبيعلي المناعة كمان معاه. العشبة الثالثة وهي الزعتر. الزعتر ده معظم الأدوية على فكرة اللي ابتدت تنزل في السوق الحديث هتلاقي من ضمن مكوناتها الزعتر. طب انا ليه اروح لكيماويات رغم ان انا عندي الاعشاب الطبيعيه اللي انا هاخد المستخلص بتاعها فريش؟ الزعتر غني جدا بمضادات الاكسده، ومقوي طبيعي جدا للمناعه. بنستخدمه ازاي؟ بنستخدمه اذا كان شاي الزعتر عادي، او ممكن نضيفه مع الشوربه في اكلنا عادي، والنتيجه بتاعته بتبقى كمان مرضيه جدا، وبيدوب البلغم وبيوسع الشعب الهوائيه بشكل ممتاز جدا. العشبه الرابعه معانا وهي اليانسون. اليانسون من الحاجات الطبيعيه جدا اللي بتهدي الكحه، وفي نفس الوقت بيطرد البلغم، وبيعلي المناعه برضو معانا، ومناسب جدا للاطفال بس بجرعات بسيطه. طبعا بنعمله ينسون معروف عادي ان هو ان احنا بنعمله شاي باليانسون، نعمل اليانسون معنا اصح، وبنحليه برضو بعسل نحل. وخلي بالكم ان كل الوصفات اللي احنا بنتكلم عليها بنحط فيها عنصر عسل النحل، كده كده ان هو بيعلي المناعه معانا، وزي ما قلنا ان هو مضاد بكتيري، بس نتاكد ان هو عسل نحل طبيعي مش مغشوش. العشبه الخامسه معانا وهي العرقسوس. العرقسوس من ضمن الحاجات او الاعشاب اللي بتقلل تهيج الحلق، وبترفع اذابه البلغم، انها بتزود انها تذوب البلغم، وبتوسع الشعب الهوائيه. بس في نقطه هنا او ملحوظه مهمه جدا: مرضى الضغط ومرضى السكر ممكن ما يستخدموش، او يستخدموا كميات قليله. هنتكلم النهارده بقى اخر عشبه معانا على العشبه اللي انا قلت لكم عليها، السحر، وفعلا معظم الناس بتهملها، وهو لبان الذكر. لبان الذكر حاجة مطهرة أو عشب مطهر طبيعي للجهاز التنفسي عموما كله، وبيقلل التهابات الشعب الهوائية، وبيدوب البلغم بشكل كبير جدا. طريقة الاستخدام بتاعته إن إحنا بننقع لبان الذكر من بالليل، ونشرب المية بتاعته الصبح على الريق، او ان احنا ممكن نحطه للبخور، في البخور عادي. البخور ان احنا نستنشق البخار بتاعه ده لوحده بيعالج الجهاز التنفسي عموما، وبيبقى مطهر لاي بكتيريا موجوده كمان في الجهاز التنفسي، غير ان هو طبعا زي ما احنا بنقول ان هو بيدوب البلد.
وفعلا اللبان الذكر من الاعشاب اللي ربنا خلقها لنا حاجه طبيعيه جدا، ونتيجتها فعاله جدا جدا جدا. دي كانت اهم الاعشاب اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي بتساعد في علاج الكحه، وركزنا بشكل خاص على البان الذكر وفوائده المبهره اللي هتفرق معاك بشكل فظيع. جرب الوصفات دي واكتب لنا في التعليق ايه اكتر وصفه جابت نتيجه معاك، ومستني منكم تعليقات التحسن بتاعكم حصل، او تحسن في الكحه حصل في خلال قد ايه. ان انتوا هتلاقوا معظم الاعشاب دي بتعالج معاكم الكحه ممكن من اول مره، وممكن من اول يوم كمان. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده باذن الله مع سر الطبيعه مع ابو عيسى، هنتكلم فيها على اعشاب جديده وفوائد انت اول مره ممكن تسمع عنها. استاذنكم ما ننساش نعمل مشاركه للقناه، ولايك للفيديو، وشير، وتعليق يدعمنا بيه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.